يا مساء الفل، يلا بينا نكمل اعدادات المتجر. الفيديو اللي فات شرحنا اول 3 حتت هنا: لغة الموقع وعنوان الموقع واعدادات الدومين. يلا نكمل اول صفحة اللي هي اعدادات المتجر، ونخش كمان بعدها على سياسات المتجر وناخدهم كلهم ان شاء الله او اغلبهم، الحاجات اللي انت تهمك ان انت تشتغل عليها. الجزء اللي بعد كده الجزء الاعلى من الهيدر. انت ممكن تكتب هنا جمله، والجمله دي تظهر فوق خالص جوه، او سوري، جوه، فوق كده هنا خالص في الويب سايت، في الهيدر فوق، يبقى بار كده مكتوب فيه جمله. مثلا انت عايز تقول والله يا جماعه احنا اطلب الان وتمتع بشحن مجاني لجميع المحافظات مثلا. هفترض انك عايز تكتب الجمله دي واقول له حفظ، فاروح كده اعمل ريفرش فظهرت كده. طيب ظهرت بالالوان دي ليه؟ لان دي الالوان الرسميه او الاساسيه اللي معموله في الويب سايت بتاعك. طيب انت لو عاوز تغير الالوان دي بقى، اللي هو الابيض والاسود، لو دخلنا جوه اي منتج، وليكن مثلا المنتج ده مثلا هتلاقيه كل الباتونز سودا فابيض، الكلام كله اسود فابيض. انت لو عايز تغير كل الالوان دي تعمل ايه؟ تنزل على الحته اللي بعدها اللي هي لون الموقع. طيب تاني، يبقى انا اي جمله هكتبها هنا هتظهر جوه الويب سايت كاملا، سواء على الهوم بيج بره او سواء جوه صفحه المنتج نفسه تظهر بره. فدي ممكن تستعملها تبقى شكل ظريف. اختار الجمله اللي انت عايز تقولها وتوصلها للناس. طيب لون الموقع 6 اصفار دول، خلاص ده اللون الاسود. لو اضغط كده ده الكود اللي هو 6 اصفار، ده لون اسود. انت عايز تخليه بقى احمر، عايز تخليه اخضر، تضغط هنا تختار الدرجه اللي انت عايزها. الدرجه دي هي اللي هتكون طالعه على الويب سايت. مثلا عايزه ازرقات، عايزه موف، عايزه برتقاني، اختار اللي انت عايزه طبعا بما يتماشى مع اللوجو بتاعك. يعني انت المفروض دلوقتي راجل بتعمل براند، بتعمل حاجه شيك شكلها ظريف، فيبقى اللوجو بتاعك متماشي مع الوان الويب سايت، متماشي مع الوان ال 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 السلايدرز اللي هنا. السلايدرز هنا تبقى لايقه، يبقى كله ناطق مع بعضه. ما تعمليش الويب سايت ازرق والسلايدرز صفرة والكلام اخضر ومش عارف ايه احمر. يعني ما بلاش مهرجان، اعمل كده حاجه تبقى لايقه على بعضها. يعني بص مثلا مثال، شايف هنا الالوان كلها لايقه على بعضها ازاي؟ اسود مع اللون اللي هو مثلا التركواز ده، خلاص في حاجات كده صفرة ناطقه في النص بتاع الصفحه، شكلها شيك وجميله ناطقه بعضها. طيب فيختار مثلا والله انا هفترض ان اللوجو بتاعي كان مثلا اخضر، اللون ده مثلا، فهعمل كده واقول له حفظ، فهيبدا يظهر معاك بعض الحاجات في الويب سايت باللون الاخضر. تعال مثلا كده نخش اهو، بدا يبقى ال الباتونز نفسها خضراء. تعال مثلا نخش هنا اهو، الويب سايت شكله بقى فيه حاجات اخضر اكتر من الاول، حتى البار اللي فوق بقى لونه اخضر. تمام. طيب ايه كمان؟ نرفع لوجو للموقع اللي هو ده. شايف ده ما ينفعش، ما تسيبوش كده لو سمحت. اعمل لوجو. مش عارف تعمل لوجو؟ كمل معايا الجزء اللي جاي على كانفا، هنعرف نعمل لوجوهات ظريفه جدا ببلاش وانت قاعد. يعني مش محتاج تروح لديزاينر تمام، ممكن تبتدي كده، ابدا مفعكش زي ما بيقولوا، وبعدين عدل وانت شغال. وانت شغال بقى اعمل لوجو احترافي، واعمل ديزاينات احترافيه، واعمل كل اللي انت عايز تعمله بس عادي. لكن ابدا بلوجو على الاقل، ما تسيبش الديفولت لوجو ده. فانت بتصمم اللوجو وتروح هنا تقول له رفع صوره او تغيير صوره. ومثلا هفترض ان ده اللوجو مثلا بتاع الويب سايت بتاعي. كمان لو جنب الاسم بتاع الويب سايت لو تفتكر، بيبقى فيه دايما هنا لوجو صغير، ده اسمه الفيف ايكون او الفيفورت ايكون. ده برضو تغيره باللوجو بتاعك، بيكون حجمه 16 في 16 المفروض. برضو تعمل رفع صور وتختار الايكون اللي انت صممتها، بيكون شكل اللوجو بالظبط مثلا بس مصغر جدا. واقول له حفظ، فبيبقى ده شكل اللوجو. ممكن نعمل ريفرش كده، ادي اللوجو اختلف اهو من هنا، واختلف برضو اهو هنا. بقى الكلام اظرف بشويه، وجوه انت وجوه الويب سايت شكل اللوجو بيكون اظرف. طبعا بقى انت هتكون عامل لوجو بجد، مش اي صوره اللي زي اللي انا رافعها دي. عامل لوجو بجد وكاتب فيه اسم الويب سايت بتاعك او الجمله بتاعتك او الكوت او الشعار بتاعك زي ما انت عايز. طيب غيرنا اللون، غيرنا اللوجو والفيف ايكون. سعر الشحن. لو انت عايز تخلي سعر الشحن مجاني على كل الويب سايت، هتسيبه زي ما هو، لان هو مكتوب فيه صفر، وصفر هنا تعني ايه؟ شحن مجاني.
لو عايز تثبت سعر الشحن على كل المنتجات هتعمل له مثلا، وليكن مثلا كان 60 جنيه فتقول له 60 جنيه خلاص. اي منتج يعني انا دلوقتي مثلا باجي هنا بقول له اضغط هنا للشراء صح، فبيجي يقول لي ايه، طبعا هي الكارت مليانه حاجات، فبيقول لي اجمالي المنتجات 300 جنيه، دخلت الشحن شحن ايه مجاني. لكن خلاص انا دلوقتي لما اعمل حفظ ورافرش كده خلاص هيبدا يسمع ان في شحن كام 60 جنيه في اي منتج، في اي منتج. يعني تعالى كده نروح على المنتج التاني اللي هو المحير ابو 12000، هيقول لك برضو سعر المنتج اهو. احنا كنا مفعلين من جوه المنتج ان هو يبقى شحن مجاني. كويس برضو ان افتكرت هذه الجمله. طيب تاني، انا سعر الشحن اللي هكتبه هنا هيظهر على جميع المنتجات. لو دخلت دلوقتي كريت اي منتج جديد ورحت افتحه هلاقي ان سعر الشحن بتاعه 60 جنيه. اللهم الا انك تبقى جوه المنتج نفسه زي ما شرحنا المره اللي فاتت عامل اوبشن الشحن المجاني. كان في الاعدادات المتقدمه تفعيل الشحن المجاني للمنتج، يبقى كده المنتج ده لوحده هياخد اكسبشن، مش هيبقى ب 60 جنيه، هيبقى بزيرو اهو. ادي الترنج المحير شحن مجاني اللي احنا فيه، انما المنتج الاخر اللي هو الترنج الرجالي اللي مشجر شحنه كام يا ريس؟ تعالى نعمل اضغط للشراء. شحنه كام؟ شحنه 60 جنيه. لو انا دلوقتي رحت على المنتج المحير ده وخليته مش مفعل فيه الشحن المجاني وقلت له حفظ واروح عليه تاني هتلاقيه بقى ب 60 جنيه الشحن اهو يا باشا. تكلفه الشحن 60 جنيه. يبقى السعر اللي هتحطه هنا هو سعر الشحن اللي هيطبق على جميع المنتجات، اللهم الا انك تكون مفعل جوه المنتج اوبشن الشحن المجاني، تخليه بقى اكسبشن استثناء ان ده بقى ان ده فقط شحنه مجاني. تكون انت اصلا مسعر المنتج شامل سعر الشحن فتكتب ان ده شامل سعر الشحن او وهكذا يعني. طيب ممكن تغير الفونت بتاع الويب سايت، وفي خطوط عربيه ظريفه مقترحه، في خط اسمه كايرو تجوال. طبعا كل ما تغير الخط كل ما تخلي شكل الويب سايت مختلف. تخيل، لان اغلب الناس بتسيب الخط اللي هنا باي ديفولت اللي هو خط المراعي ده، ولا اسمه كان مش عارف اسمه ايه، بتسيبه باي ديفولت. فاغلب الويب سايت شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده، نفس بص الكلام كله بنفس الفونت. طب ما تغير، ما تخليه مثلا كايرو يا ريس. تعال نشوف شكله كايرو ده عامل ازاي. حفظ ريفرش هتلاقي الكلام برضو. معلش بلاش اللاندنج بيج عشان ممكن ما تظهرش يعني ممكن يكون اللاندنج بيج نفسها معموله ب بشكل معين. بص الفونت اختلف اهو. الفونت اختلف اهو. لما اقول له مثلا اضغط هنا للشراء الفونتات دي اختلفت. تعالى مثلا نختار ده المسيري مثلا. يلا حفظ. تعالى كده نرفرش. بص شكله ظريف جدا. تحس انه في لعب كده، في سحبه كده، فتمام. فغير يا باشا الفونت واختار فونت ظريف عشان تحاول تخلي شكل الويب سايت بتاعك مختلف. تمام. الاوبشن اللي بعد كده العمله بتاعت المتجر. انت بتحط تاني عامله زي سعر الشحن بالظبط. هنا احنا بنحط سعر الشحن ثابت وممكن تعمل اكسبشن صح. برضو انت هنا بتعمل العمله ثابته وممكن تعمل اكسبشن. يعني ايه؟ يعني الطبيعي ان انا هنا هحط العمله بتاعتي مثلا بالجنيه المصري او بالريال السعودي لو شغال في السعوديه او بالدرهم الاماراتي لو شغال في الامارات او هكذا خلاص. وممكن كمان تعمل اكسبشن. يعني هو باي ديفولت العمله حاليا جنيه، فهو شايف ان هي 300 ايه جنيه. لو قلبنا دي ريال ممكن نكتب كده ريال، اختار ريال سعودي اللي هو الاس اي ار حفظ، واسوي ريفرش. هنا اصبحت 300 ايه ريال. حتى هم مشكورين جابوا اللوجو الجديد بتاع الريال، فيعني شغل فاخر وبالاخر. فاصبحت عمله المتجر حاليا ايه بالريال. طيب اذا اي منتج ادخل عليه حاليا، اي منتج يعني كان نجيب المنتج الثاني اصبح سعره كام؟ اصبح سعره بالريال، والشحن بالريال، والمنتج بالريال، وكله اصبح بالريال. طيب هو انا ممكن من جوه المنتج اعمل له اكسبشن؟ يعني مثلا انا متجري كله عليه 100,000 منتج وكله في السعوديه، وجالي كده ايه هاجس مجرب في الامارات اعمل تيست. طب ما انا عايز يبقى سعر المنتجات بالدرهم. هل انا مضطر اغير سعر كل المنتجات بالدرهم؟ لا. روح كارت المنتج اللي هتشتغل عليه في الامارات وتعالى لي بقى كده على المنتجات التانية. معلش هفتحها كده في تابة تانية وهنروح على مثلا الترنج الرجالي المشجر ده واقول له تعديل. احنا اخترنا ايه؟ المشجر. واروح فين يا ريس؟
كده 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 عملة مخصصة. يبقى المنتج ده لوحده هعمل له جنيه مصري مثلا، واقول له حفظ. يبقى الترنج المشجر دلوقتي يا اخواني معمول بالجنيه المصري، انما الويب سايت كله معمول بالايه؟ بالريال. اهو تعال كده نتاكد، اهو معمول بالريال. يبقى لو دخلت على الترنج المحير، نعمل ريفرش كده، الترنج المحير بكام؟ بالريال. طيب لو دخلت على الهوم بيج كده وجبنا المشجر بالجنيه المصري اهو يا باشا، يبقى المنتج ده لوحده اصبح بالجنيه. لو دخلت عملت اضغط هنا للشراء هلاقيه طالع طبعا هو عشان تعال نجيب تاني كده، ادي الترنج الرجالي المشجر بقى بالجنيه المصري اهو يا باشا. اضغط هنا للشراء طالع. هو هيفضل يعرضها بالريال، اعتقد ده لسه بج ما اتحلش، بس خلاص هو من جوه الهوم، من جوه البرودكت بيج نفسها طالع بالجنيه المصري، فالعميل هيشوفه بالجنيه المصري، فالموضوع هيكون ظريف. فتاني انت تقدر تغير العمله العام بتاعه المتجر كله، وزي ما شرحت لك تقدر انت تخلي منتج بعينه يتغير جوه المنتج نفسه يبقى بعمله مختلفه، منتج واحد بعينه يبقى بعمله مختلفه. طبعا عند اختيار عمله مخصصه لهذا المنتج يجب تفعيل خيار تخطي السله لكي لا يضيف العميل اكثر من منتج بعملات مختلفه. ودي اللي حصلت معايا تقريبا، ان الكارت كان فيها كذا حاجه. خلينا نفتح الكارت وندلتها، عشان طبعا الكارت كده هيظهر فيها منتجات بالجنيه ومنتجات بالريال، هيحصل مشكله. تعال نشوف لو دخلنا تاني ضفناه ظاهر بالجنيه، اضغط هنا للشراء، لا لسه بيطلع بالريال. ماشي، دي بج هبقى ابلغهم عليها، اكيد هيحلوها، لكن خلاص هو هيتمم الاوردر بالجنيه المصري وهيظهروا بالجنيه المصري، فما تقلقش. طيب تقدر من هنا تختار الدوله اللي انت شغال فيها، لو انت شغال في مصر اختار مصر، السعوديه اختار السعوديه، وهكذا مفيش مشكله. والتايم زون بتاعك اللي هو انت شغال على انهي منطقه زمنيه، تمام زي الفل. في بقى عندك ايقاف، عندك 2 اوبشن ظراف جدا، او 3 اوبشن ظراف نشرحهم ونقفل بيهم الفيديو عشان ما نطولش عن كده. اول اوبشن ايقاف الاختيار التلقائي لمناطق الشحن. دي مش هتظهر دلوقتي للاسف عشان احنا لسه ما عملناش مناطق شحن. ايه مناطق الشحن؟ اللي هي المحافظات. يعني دلوقتي العميل وهو بيطلب الاوردر بيظهر له اسمك ورقم التليفون والعنوان، هو في العنوان بيكتب القاهره، بيكتب الجيزه، الاسكندريه، وهكذا، صح؟ لكن انا ممكن اصلا كمان شويه هنشرحها ان شاء الله في فيديو قادم، ان يظهر له هنا اصلا تابه تانية او خانه تانية يختار فيها المحافظه، يظهر له كده قائمه منسدله او جدول يظهر له، او ما يضغط عليه يقول له القاهره، الجيزه، اسكندريه، المنوفيه، الشرقيه، الغربيه، اسيوط، منيا، سويس، اسماعيليه، كل المحافظات. لو انت في السعوديه تحط بتوع السعوديه، لو انت في الامارات تحط بتوع الامارات. انا عايز اروح دبي، ابو ظبي، عجمان، العين، راس الخيمه، تحط له كل الاماكن اللي هو يختار منها. دي هنشوفها في فيديو قادم ان شاء الله. طب امال الاوبشن ده بيعمل ايه؟ هو الطبيعي بقى ان في ايزي اوردر ان هو بيشوف الراجل اصلا فاتح منين. يعني مثلا هو في مصر فاتح من القاهره، هو بيشوف ده من الاي بي بتاعه، فبيختار له هو اول اوبشن القاهره عشان الراجل ما يحتاجش ان هو يغير. شاف الاي بي بتاعه فاتح من اسكندريه، بيختار له هو اسكندريه. هو لو عايز يغير اوكي، يعني ستيل عنده اوبشن. انا دلوقتي فاتح من اسكندريه بس انا راجع بكره البلد في طنطا، فهكتب هطلب الاوردر على طنطا. ده انا مسافر بكره المنصوره، هكتب على المنصوره. فهو بس بيحاول يساعده انه هو ايه، بيعمل اختيار تلقائي لمناطق الشحن. عايز توقف ده قول له يا باشا ايقاف، لكن انا بسيبه ظريف، هو بيساعد، مش حلو يعني، مش وحش اطلاقا. طيب الاوبشن الثاني اسمه الاختيار التلقائي للمتغيرات. ده مهم جدا 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 تركز فيه. عايزين منتج كنا ضايفين فيه متغيرات. تعال مثلا نفتح الترنج الرجالي المشجر ده. طيب نفتح التاني. انا عايز بس التاني والنبي بالله عليكم، يعني معلش انا اسف هرخم عليكم. انا عايز اشيل اللاندنج بيج عشان بس ايه، يبقى احنا مش ضايفين منتجات كتير، فبحتاج دايما ان انا هقفل الاوبشن ده كده واعمل حفظ، فهيرجع يبقى برودكت بيج. تعالى تاني كده نفتح الترنج مثلا المحير ده. بقى بص بقى، ده اللي انا عايز اوصل له. دلوقتي في كام متغير؟ لون ومقاس. هو دلوقتي الراجل لو دخل وما خدش باله
من انه المفروض يختار هنا ابيض ازرق اسود، ويختار هنا ميديوم لارج اكس 2 اكس. لو ما خدش باله ايه اللي بيحصل؟ بيبقى الويب سايت باي ديفولت واقف على اول اختيار، يعني نختار له هو اول اختيار، مختار له ايه؟ ابيض وميديوم. لو الراجل ما خدش باله ودخل على الويب سايت فتح الصفحه وقام عامل كده وقام نازل تحت كاتب هوب 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 اضغط هنا للشراء، جالك انت الاوردر بايه؟ بابيض ميديوم، والعميل اصلا عايز ازرق 2 اكس. بس العميل ما خدش باله ان هو مختار له بديفولت، او ان هو المفروض اصلا يختار الحاجات دي. فكون ان الويب سايت يختار له لوحده دي مش ظريفه. تقفلها منين؟ من الاوبشن ده، ايقاف الاختيار التلقائي للمتغيرات. ما تختارش انت للزبون، اجبر الزبون ان هو يختار. حفظ ريفرش، بص يا باشا مش واقف على حاجه اصلا، ولو دخل دلوقتي وكتب اضغط هنا للشراء وكتب الاسم ورقم التليفون والعنوان وقال له اضغط هنا للشراء، هيقول له باشا يجب عليك اختيار المقاس، باشا يجب عليك اختيار اللون، خلي بالك انت نسيت تختار. فالعميل هنا يقول لك انا نسيت فعلا، بص يا باشا انا عايز ازرق 2 اكس. يبقى انقذت الاوردر ده ان هو يطلع غلط، خصوصا لو انت ما عندكش كول سنتر بيكلم العملاء. لو عندك كول سنتر ممكن يتجاوز عن هذا الخطا، انه هيكلم العميل قال له مساء الخير طلبت ابيض ميديوم، مين قال يا باشا انا عايز ازرق 2 اكس يا باشا، ده انا كرش 2 متر قدام انا عايز 2 اكس يا باشا. لو في كول سنتر ممكن يحل الموضوع، لكن لو مفيش كول سنتر كل سنه وانت طيب هتلبس الاوردر ده مرتجع. طب ليه يا ريس؟ الغي هذا الاوبشن. يبقى الاوبشن ده لما بفعله بيلغي ان الويب سايت يختار لوحده. لو عملت كده ريفرش تاني اهو ما اختارليش لوحده، مش معلم على حاجه. لكن لما بفعل ده كده، لما بشيل التفعيل ده واقول له حفظ واعمل ريفرش هنا، بص يا باشا مختار هو ابيض اهو ومختار هو ميديوم اهو. بيختار دايما اول واحد في كل متغير. فطبعا انا دايما بسيب ده وبفتح ده، عشان ده بالنسبه لي انا مدرستي انا ده البيست سيناريو بالنسبه لي. اخر اوبشن طبعا عشان الناس اللي بتحب تستظرف وتخش تطلب اوردرات فيك، فخش يعمل اوردر ب 100 قطعه و200 قطعه و1000 قطعه. ممكن تعمل عدد اقصى او حد اقصى لعدد القطع من المنتج الواحد المسموح بها في كل طلب. يعني ما ينفعش مثلا الراجل يطلب من نفس المتغير او من نفس المنتج، مش نفس المتغير، من نفس المنتج ما ينفعش يطلب اكتر من 5. لو دخل طلب 6 يقول له لا يا باشا انا اسف، فهاجي هنا اقول له حفظ. يبقى كده الحد الاقصى انه يطلب 5. لو طلب 6 قطع، يعني مثلا يجي هنا يقول لك 1 2 3 4 5 6 ويدخل البيانات بتاعته ويعمل حفظ. هو عمل اعتقد ما كانش لسه ريفرشنا، كان المفروض نرفرش الاول، معلش. فتعالى كده تاني، اتمام الطلب، دي برضو بج، يبقى احنا هنعوز نصلحها اعتقد. المفروض تعالى برضو نعمل حفظ كده نتاكد ان حفظ ماشي مفيش مشكله. بس الاوبشن ده المفروض ان هو بيعمل هذه الحركه، اضغط هنا للشراء، بص يبقى عليك اختيار اللون، شاطر، اضغط هنا للشراء وهنخليها برضو 10 قطع مثلا. ماشي تمام، برضه ابلغهم. بس الاوبشن ده اللي بيعمله ان هو المفروض بيخلي الحد الاقصى هو الرقم اللي انت كاتبه. لو عايز من غير حد اقصى سيبها على 0 زي ما انت واضغط على حفظ. كده احنا خلصنا اول صفحه من اعدادات المتجر كامله، خدنا كل الكلام ده. يلا بينا على الفيديو الجاي ان شاء الله. اعمل كوبايه الشاي جميله وكمل معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.